السلام عليكم، ازيكم يا معلمين؟ معاكم المعلم دومة، اكبر واحد في مصر واكبر واحد في مصر سنا. زي ما انتوا عارفين يا جدعان، عايش من 700 قبل الميلاد. النهارده بقى جيت احكي لكم عن دكتور، بس مش اي دكتور، لا يا جدعان، دكتور من اخطر الدكاتره اللي جم في التاريخ. والله زي ما بقول لك، اخطر من القتله المتسلسلين بذات نفسهم. كان بيطلق عليه دكتور ديس او دكتور الموت يا جدعان. الناس مش عارفه انجليزي، هي حكايته بقى ولا ليه كان بيطلق عليه كده؟ تعالى حبيب قلب المعلم لما اقول لك. اسمه هارولد شيبمان. اتولد يوم 14 يناير سنة 1946. اتولد في نوتنجهام يا جدعان. نوتنجهام دي حتة في انجلترا، الناس ما تعرفش يعني يا جدعان، مدينة جميلة كده. هي ما قضيت فيها ايام، بس ما علينا، مش دي نقطتنا. المهم الواد كان مولود في عيلة متوسطة الحال. ابوه وامه شغالين كده، بيصرفوا عليه هو واخواته الاتنين. كان عنده اخ اكبر منه واخ اصغر منه، هو كان الوسطاني. المهم والواد كان مركز في تعليمه وبيحب الرياضة برضه وهو بيتعلم. لازم بقول لك كان بيحب الجري وبيلعب رugby. فضل كده يا جدعان لحد ما دخل ثانوية، والواد متفوق برضه في طريقه برضه. الواد ما راحش يمين ولا شمال، لحد ما حصل حاجة هي اللي غيرت حياته شوية وده خلته مكتئب نفسيا كده من جوه. اللي حصل يا جدعان؟ سنة 63 أمه والعياذ بالله جالها المرض الوحش يا جدعان، جالها سرطان. كانت بتقعد تعبانة وبتتألم قدامه جدا. كانت بتفضل تعبانة كده يا جدعان لحد ما الدكتور بيجي يديها مورفين. والله زي ما بقول لك، كان الدكتور بيديها مورفين عشان خاطر الالم يا جدعان برضو يخف شويه. المهم الست فضلت كده بس ما استحملتش وماتت. الواد زعل عليها قوي قوي ساعتها، وقال لك انا هخش طب يا جدعان عشان خاطر اعالج الناس. والله زي ما بقول لك، او هو كان بيقول كده بس مش هيعمل عكس كده. والله زي ما بقول لك، بس علينا، مش دي نقطتي. المهم الواد فعلا اتخرج من الثانويه سنه 64 بعديها بسنه كده وقال لك انا اخش طب ليدز. طب ليدز ده يا جدعان شبه طب عين شمس، شبه طب اسكندريه، الحاجات دي برضه يا جدعان. هي كليات القمه، بس قمه عندنا، عندهم هم مش عارف قمه ولا لا. بس ما علينا، مش دي نقطتي. بس بقى يا جدعان الواد فضل في الكليه بيذاكر عشان يطلع من الاوائل. هو لازم بقول لحد سنه تانية كده اتعرف على واحده صاحبته اسمها بريموز واتجوزها. بس الموضوع ده ما اثرش عليه في دراسته برضه، وفضل مكمل في الدراسه وتفوق وتخرج سنه 70. هو لازم بقول بعدها اتعين في مستوصف في برينتفورد حاجه كده برضه، مش متذكر قوي يا جدعان التكليف ده يا جدعان. لحبايبنا بتوع طب انا فاهم برضه في كل حاجه. هو قعد التكليف بتاعه في المستوصف ده، فضل فيه لحد سنة 74. بعديها بقى يا جدعان اتعين بقى طبيب العام المستوصف. اول لازم بقول لك بقى هو الطبيب العام بتاع المستوصف. الواد بعد اول ما بقى الطبيب العام بقى بدأت حياته المتغيرة تبان عليه. اول لازم بقول لك اللي حصل بقى يا جدعان؟ سنة 75. سنة 75 الحكومة مسكته وهو بيزور ورق، كان بيزور روشتات كده عشان يطلع مواد مخدرة من المستوصف. اول لازم بقول بس مش عشان يبيعها حبيب قلب المعلم، لا، الواد كان بيضربها لنفسه. اول لازم بقول لك الواد ادمن بعديها. فالحكومة مسكته وحكمت عليه ب 600 جنيه استرليني، واللي هو يخش معالجة الادمان ومصحات معالجة الادمان ده كده اللي هي بتبقى في سرية تامة. فهو الواد دخلت عليك في سرية، محدش يعرف غير انا وانت وخمسة ستة بس يا جدعان. اسمع علينا، مش دي نقطتنا. وفعلا الواد قعد، وبعديها طلع بعد فتره كده برضو خلاص بقى قال لك انا هسيب الادمان يا جدعان وهبقى طبيب عام محترم. وفعلا راحت الحكومه نقله بقى طبيب عام في مدينه في مانشستر كده، جنب مانشستر في الجنوب كده. هو بقى مستوصف، بقى هو الطبيب العام المستوصف هناك. وفعلا بدأ بقى، بس بدأ بقى هنا حياة الإجرام. والله لازم بقول لك هنا بقى بدأت الإجرام يبان عليه، ولا إيه اللي حصل؟ ساعتها كان هو بيعالج الناس الكبيرة، زي ما أنا قلت لك بقى. فهو بدأ يحط لهم وهو بيعالجهم كده مخدرات في العلاج، واحدة واحدة كده بيدخل لهم المخدرات. والله زي بقول لك يزود لهم جرعات المخدرات، لحد ما يجي مرة واحدة يروح مديها جرعة زيادة في المخدرات عشان تموت. والله زي ما بقول لك الواد ساعتها بقى افتكر امه يا جدعان برضه لما كانت بتاخد مورفين وتهدى وكانت بتتألم قدامه. والله زي ما بقول لك، بس الواد فضل بقى عامل كده بيختار الناس الكبيره بس. والله يعني هو ما بيقتلش حد اقل من 45. اصغر حد قتله كان عنده 45 سنه 40 سنه. كل الناس كان بيختار العواجيز بس يحط لهم. يبدا هو كان اللي بيبقى مسؤول عنهم. ساعتها كان القانون هناك بعد كده هو السبب اللي خلى القانون يتغير يا جدعان. هو كان القانون هو يبقى الطبيب الخاص بتاعهم برضو، بيدي مراجعات بيجوا يتابعوا معاه كل شويه بس. وهو اللي بيكتب لهم العلاج والكلام ده كله، هم متابعين معاه كل حاجه. فكل ما واحده تجيله كده عادي يروح حاطط لها مخدرات في الدواء والكلام ده كله لحد ما تدمن، بعد كده يقتلها بجرعه زايده. وبدأ ياخد منهم فلوس. بيمضي الناس دي على فلوس بقى كده وممتلكاتهم. ومحدش ساعتها كان حاسس بحاجه، ما هو كان دكتور برضه محترم، والفلوس بدأت تبان معاه ساعتها. لدرجه ان هم عملوا معاه فيلم وثائقي سنه 83. والله زي ما بقول لك
تشوف بقى الواد كان ايه صيته كبير ازاي، كان عاملين معاه فيلم وثائقي عن المرضى النفسيين. وفعلا بس الواد ما هداش من هنا، وفضل ايه الموضوع يكبر معاه، وبقى يقتل بتاع 10 20 واحدة في السنة، والله زي ما بقول لك. لحد ما عمل ملمين حلوين وفتح ايه عيادة خاصة ليه سنة 93. بس مش فتح عيادة خاصة يا جدعان عشان خاطر يزود الدخل، لا حبيب قلب المعلم، هو فتح عيادة خاصة عشان خاطر إيه يجيب جثث كتير، يجيب ناس يقتلهم كتير، لا مؤاخذة يا جدعان، هو كان يجيب ناس كبيرة يا جدعان عشان يقتلها اكتر. بس بقى ايه الواد فعلا فضل ايه شغال كده برضه محدش حاسس بيه، وبقى يقتل لحد سنة 98. ايه اللي حصل بقى حبيب قلب المعلم؟ ساعتها الراجل بتاع المدافن هناك اللي هو دور الجنائز ده عندهم شك في هارولد، ليه بيجيله ناس كتير ميتة من تحت ايده. فالواد قلق برضه، قال لك انا روي هروح المستشفى برضه عايز الدنيا. فلما راح هناك عرف ان في واحدة صاحبته اسمها ليندا برضه شاكة في الموضوع، فراحوا هما الاتنين مبلغين ايه الحكومة. بس ساعتها الحكومه يا جدعان ما خدتش الموضوع ايه بجد قوي، بعتوا له كده ثلاثه ايه يدوروا بس اي كلام يا جدعان. وفعلا ما اثبتوش عليه حاجه. ساعتها هارولد حس ايه بغرور يا جدعان، وحس بايه بغرور العظمه. قال لك انا هكمل في القتل زي ما انا، هو لازم بقول لك حتى ما هداش شويه لغايه ما الدنيا تهدى، لا قتل اول ما الحكومه مشيت بعديها على طول يا جدعان بشهر ولا حاجه، راح قتل واحده تاني. بعديها راح قتل ايه واحده تاني. والله لازم بقول لك بعديها راح قتل اتنين تانيين بعديها. بس في التالتة بقى يا جدعان ايه هو اللي ساعتها اللي اتمسك. كان اسمها كاسرين، كان اسمها كاسرين يا جدعان كده ايه. كانت ست لسه في عز شبابها كده، عندها ايه بتاع 80 90 سنة، كانت لسه زنططة. المهم هو كان الدكتور الخاص بتاعها يا جدعان، فقعد فترة معاها ايه بيروح لها البيت. والله لازم بقول لك ما بقتش تجيله كمان هي المستشفى، لا بقى يروح لها البيت عندها بيديها علاجها والكلام ده كله. لحد ايه ما جم اكتشفوا مرة واحدة انها ميتة. فلما هي ايه بنتها كانت شاكه برضو ايه، عشان بنتها شكت فيه ليه عشان قبلها بيوم يا جدعان كانت قاعده عندها، وكانت الست كانت لسه بصحتها وكانتش باين عليها اي حاجه. بس البت ما شغلهاش قوي، قالت ايه ممكن يكون ايه تعبت فعلا ولا جرى لها حاجه، وهو برضو التقرير بيقول لك انها كانت تعبانه. بس بقى البت ايه عرفت واتاكدت امتى اللي هارولد هو السبب، وهي بتفتح الوصيه. ما بنتها محاميه يا جدعان كان اسمها انجل، كانت محاميه كبيره كانت عين، فهي بتفتح الوصيه لقيت ان امها كاتبه كل حاجه باسم مين شيبمان. فهي البت شكت قالت لك هتكتب له 360 الف دولار ليه. فهي طلبت من الحكومه ان هي يطلعوا جثه امها ويكشفوا عليها عشان هي بتتهم هارولد ده اللي هو قتلها. فعلا الحكومه ما صدقت يا جدعان، وراحت مطلعه الجثه ايه من التراب. وهم بيحللوها يا جدعان الطب الشرعي اكتشف انها ميته بجرعه زياده ايه في الكوكايين. يا حبيب قلب المعلم خليك صاحي كده معايا. بس بقى ايه الحكومه ساعتها بدات بقى تفتح الدفاتر بقى عليه فمسكته. والله زي ما بقول. فهو اول ما مسك الواد برضو ايه قلق وكده، راح مديهم ورقه انها كانت بتعاني من الادمان. والله زي ما بقول لك كانت بتعاني من الادمان بقى لها فتره، وهو كان بيحاول يعالجها. بس لما الحكومه بتكشف على الورقه دي يا جدعان اكتشفت ان هو كتبها بعد ما هي ماتت. والله زي ما بقول لك. فالواد الغبي ثبت على نفسه ايه التهمه، بقول لكم اتعمى خلاص يا جدعان ما بقاش شايف حاجه قدامه. وفعلا الحكومه بدات ايه تفتش في اخر جرائم هو امر بدفنها، وطلعوا بتاع 15 جثه. كل ما يطلعوا جثه يا جدعان اللي هو ميته ايه طبعا زي ما انتم عارفين بقى يا جدعان قلت لكم بجرعه زياده في المخدرات كده. اه فراحوا مقدمين الورق ده كله ايه للمحكمه. وفعلا المحكمه قد ايه اثبتت ال 15 قضيه عليه، ال 15 جثه دول زائد قضيه التزوير. فهم ادوا له 4 سنين في قضيه التزوير يا جدعان، وال 15 جثه كل جثه ادوا له فيها سجن مدى الحياه. والله زي ما بقول لك حتى ما رضوش يكملوا بقيه ايه تفتيش ويطلعوا بقيه الجثث يا جدعان. بيقول لك بيقتل من السبعينات 1977 78. فاللي هم ايه مش هيطلعوا كل الجثث دي، وبعدين هم مش محتاجين يعني الراجل اخد 15 ايه كل جثه اخد عليها سجن مدى الحياه. وكمان عشان القاضي برضو ايه كان شايف ان هو مرعاش مهنته، وكان شايف ان هو موضوع وحش يا جدعان، اوصى بعدم ايه الافراج عنه خالص. ما انتوا عارفين السجن مدى الحياه ممكن يقدم ورق يا جدعان اللي هو يطلع، بس القاضي قال لك ايه لغاله النقطه دي. وبعديها برضو ايه حياته باظت خالص بقى، وحياة عياله اتدمرت. والله زي ما بقول لك اتشطب من نقابة الأطباء هناك. والعيال بعد كده خلاص بقى مش عارفين يعيشوا بسبب ابوهم اللي عمله. كان عنده 4 عيال يا جدعان بوظ مستقبلهم كلهم. المهم فضل في السجن كده لحد ايه 2004. ايه اللي حصل بقى يا جدعان؟ يوم 13 يناير قبل عيد ميلاده بيوم يا جدعان في 2004 دخلوا عليه الزنزانة. لو ايه مش شانق نفسه في الحديد بتاع الزنزانة. والله زي ما بقول لك. فهناك الحكومه برضو ايه هناك الحكومه حقانيه فاهمين حتى لو هو مجرم بس لازم تدور ايه ورا الجريمه، ما دي تعتبر جريمه عندهم. فهم بيدوروا ايه
بيجيبوا بتوع الامن بتاعه الحارس بتاعه بيسالوه ايه اللي حصل، قال لهم ان هو بقاله فتره بيقول له ان هو عاوز ينتحر عشان خاطر ايه، يامن مستقبل لعياله ومراته. ما هو لو فضل عايش يا جدعان كده ايه، ما كانش مراته وعياله هياخدوا فلوس خالص من الاطباء. والله زي ما بقول لك، ما خلاص فايه. بتاع الامن برضو ما جاتش معاه الكلام سكه، في ناس كتير برضو بتبقى في السجن بتبقى عاوزه ايه تنتحر، فايه ما اعتنلهوش كلام، بس فعلا الراجل ايه نفذ قراره. بس والله زي ما بقول لك، والحكومه هنا قفلت ايه القضيه خلاص ان هو منتحر. والله. بس ده بقى يوصلنا لحاجه حبيب قلب المعلم منك ليه، اللي انت تراعي ربنا في شغلك يا جدعان، عيب يا جدعان، دي امانه. يعني الدكتور والطيار وسواق التوك توك، والله زي ما بقول لك لازم تراعي ربنا يا جدعان في الحاجه اللي في ايدك، عيب يا حبيب قلب المعلم، احنا كبار. ماشي يا معلمين، ما تنسوش بقى يا جدعان لايك وشير وسبسكرايب، تعملوا لنا متابعه يا جدعان بقى، عاوزين نكبر المعلمين صحابنا، عيب كبروا المعلمين. يلا السلام عليكم.